كيبدا الفيلم ديالنا مع المحقق بورك اللي مشى لاخطر درب في لوس انجلوس باش يشد واحد المجرم. صاحبو قال له ما تمشيش بوحدك حتى يكون معاك الدعم، ولكن هو ما بغاش يتسنى وقال له هذاك المجرم راه قتل صاحبي وخاصني انا نتحاسب معاه. فاش مشى تلاقاو له 3 ديال المجرمين، ولكن عرف كيدير ليهم، ضربهم وما خلاش فيهم شي عظم صحيح. من بعد طلع للبنايه اللي فيها المجرم، فاش طلع شاف جثه فوق الطابله ديال الخشب ولكن ما داهاش فيها ومشى كمل التقلاب. هو لقى واحد البلاكار كبير، منين فتحوه لقى فيه مونيكا صغيره. غير شويه طلع عليه المجرم اللي جاي كيقلب عليه وسميتو صان ضرب بورك بموس حتى طاح، ولكن بورك كان عنده فردي فتيره فيه القرطاسه الاولى والثانيه والثالثه حتى مات. وهكا انتقم لصاحبه. مور ما داز عام ونص على هاد الشيء كنشوفوا بورك في كندا في اجتماع خاص مع المدعي العام توم، وكانت معاهم محاميه جديده سميتها اماندا وشي محققين اخرين. وهنا كنعرفوا ان بورك من الضباط السريين ديال البوليس الكندي. واحد من المحققين وسميتو كيم قال لبورك بلي يلاه تقتل المدير ديال واحد الحبس في هاريسون، ولقاو معاه 9 الجثث ديال الحباسه، ودابا باغيين يديروا انتخابات باش يعينوا مدير جديد للحبس. ولكن قبل هاد الشيء خاصهم يعرفوا شنو كيوقع في هذاك الحبس باش ما يبقاش بحال هاد الشيء كيتعاود من هنا لقدام. وباش يعرفوا شنو واقع اختاروا بورك باش يدخل الحبس، وغادي يكون الجرم ديالو هو الشفاره بالسلاح، وتما غادي يدير التحقيقات ديالو ويعرف شنو كاين. في هذيك المده اللي غادي يكون في الحبس غادي تبقى المحاميه اماندا ديما تزورو على اساس مرته وهي اللي غادي تنقل وتجيب المعلومات منه. هنا بورك قال لهم على هذا الحساب عطيوني شويه ديال الوقت باش نفكر في الموضوع ونرد عليكم. فاش خرجوا هو شاف المحاميه مشات سلمت على المدعي العام. بورك مشى عندها وعرف ان المدعي العام هو اللي رباها وكتعتبره بحال باها، وزاد عرف باللي ان يلاه عام باش تخرجت محاميه. بسبب هذا الشيء نقص منها وقال لهاش من خبره عندك باش تشدي قضيه كبيره بحال هذه. هي قالت له ماشي مشكلتي الا كنتي ما باغيش تخدم مع امراه، ولكن انا عارفه مزيان القدره ديالي في القانون وكنعرف خدمتي وانا قد القضيه. بورك شاف راسو زرب وما عرف باش يصحح الغلط، فقال لها وجدي لي ليستاد المساجن اللي في هذاك الحبس. وهذا الطلب اللي طلبوا منها كان بحال الموافقه ديالو على القضيه. مرشيامات جا الكار ديال المحبسيه جداد للحبس وكان من بيناتهم بورك. فاش نزلوهم جا الرقيب دي اللي قال لهم مرحبا بكم في العالم ديالي، انا اللي كنتحكم في وقتكم ماكلتكم وشرابكم ونعاسكم وحتى الزيارات ديالكم. فاش كمل الرقيب الترحيب بهم خلاهم يدخلوا، داوهم لعند الطبيب اللي منين قلبهم لقى عند بورك فصيله ديال الدم نادره بزاف. موراها دازو عند محبسي كبير في العمر سميتو هوكي، هذاك هو اللي فرق عليهم الفوطات اللي غادي يحتاجوا الشيتات ديال السنان ووراهم حتى بلايصهم. فاش مشى بورك للزنزانه ديالو تلاقى له واحد سميتو جون وسولوه شكون انت وشنو كدير هنا. بورك جاوبو انا السجين جديد وهذه هي الزنزانه ديالي. جون قال له حتى حاجه هنا ما فابور، ارى لي $500 الا بغيتي تنعس ولا غادي تندم. وشنق عليه باش يخلعو، ولكن بورك دغيا قلبها عليه وضربو واحد 2 ضربات حتى خلى جون يقول له مالك درتيها بصح راني غير كنضحك معاك. من بعد جا الوقت ديال الماكله. فاش مشاو للقاعه واحد المحبسي سميتو بور جا عند شيباني هوكي وشدو بغى يضربو وقال له شكون انت باش تهضر فيا مور ظهري. بورك ما قدرش يشوف هذا المنظر فمشى حيد له يدو عليه وقال له بعد منه. هنا بور ضربو بكروشي لوجهه. بورك غادي يسكت له بطبيعه الحال لا، حتى هو رد له الضربه وتما جاو الحراس فكوهم. دخل الرقيب دي اللي قال لبور انت حسابي معاك من بعد، وداز عند بورك قال له انت اياماتك في هذا الحبس محسوبين حيت موتك قريب غادي يكون. بورك خدا ماكلته ومشى للجهه فين كاينين المحبسيه الكحل وبغى يجلس قدام هوكي، ولكن قال له بلاصتك مع البيضين ماشي معانا وعندك تثق في شي حد هنا دغيا. واحد من البيضين قال لبورك اجي من تما. موراها رجع بورك لبلاصتو وتما جلس مع جون وتصالحوا بمشروب وتعرفوا على بعضياتهم اكثر، وعرف منه انهم شدود 6 سنين هذه هنا. بورك قال له سمعت باللي بزاف ديال الناس كتموت في هذا الحبس. جون قال له ما عارف والو على هذا الشيء ولا قول كندير راسي ما عارفش، ونصيحه مني الا بغيتي تعيش مزيان هنا خاصك ما تشوف ما تسمع ما تهضر. في النهار الثاني كان النهار ديال الزيارات وجات اماندا تزورو على اساس مرته. هي قالت له بالنسبه للمحبسيه اللي ماتوا كلهم ماتوا بسبب تقبه تحت الجمجمه، وهذا الشيء كيبين انه كاينه شي عصابه كتقتل بنفس الطريقه. وقالت له اخر ضحيه مات كان سميتو يالفين. هنا بورك قال لها خاصك تشوفي شي طريقه باش تدخلي لي الفلوس حيت هما باش كتمشى الامور هنا وهذا الشيء ضروري بزاف. هذيك الساعه هي خرجات ومشات عند المدعي العام وكيم وقالت لهم راه بورك محتاج للفلوس ضروري في الحبس. كيم ما بغاش كاع يصيفط له شي حاجه
تما اماندا قالت لهم الا ما بغيتوش انا اللي غادي نتصرف ونعطيه الفلوس من عندي. وهنا كيم تعصب منها ومشى. نرجعوا عند بورك اللي كان في القاعه ديال التصبين كيسيق وينقي. تما دخل عنده هذاك بور اللي كان ضارب معاه وقال له عقلتي عليا، انا جبت لك صاحبي بروس باش يعلمك الاداب. وهنا بغاو يتحماو عليه بجوج، ولكن بورك ما كانش سهل ليهم، ضربهم مزيان حتى مسح بيهم الارض وخلاهم مرميين تما ومشى لبلاصتو. هو جبت شي كتوبه كيقرا فيهم، ووسط هذوك الكتوبه لقى الفلوس حيت اماندا صيفطاتهم ليه. موراها مشى للبلاصه ديال السود باش يقلب على هوكي. غير دخل عليهم تصدموا منه كيفاش واحد بيض داخل عندهم. المهم دخل وبقى كيقلب حتى لقاه. هوكي غير شافو قال له ياك معيتي هنا ولا كيفاش. مور ما داو جابو في الهضره عرف ان هوكي مشدود هذه 10 سنين هنا بتهمه القتل. بورك قال له باين غير مظلوم حيت وجهك ماشي ديال المجرم. هوكي قال له لا بصح شديت واحد الحيوان وخنقته حتى مات في يدي. بورك سولو شنو كتصوب دابا؟ قال له كنصوب طلقات ديال الرصاص الفردي مصنوع يدويا حيت كاع اللي كيتقتل هنا كيموت مغدور بتقبه في راسو، وانا كنصوب هاد القرطاسات باش نضمن السلامه ديالي الا تغدرت. بورك قال له كان عندي صاحبي سميتو يالفين مات هنا وانا دابا بغيت نعرف شنو وقع ليه. هوكي قال له الا بغيتي تعرف هاد الشيء خاصك تمشي تسول واحد سميتو روب في الحبس لتحت. هذيك الساعه مشى بورك مع جون لتحت ديال الحبس، وكانت بلاصه بحال لوطيل عايش فيها روب بحال شي سلطان. بورك عطاه الفلوس وقال له شكون قتل يالفين. هو قال له اللي نقدر نقول لك هو انه مات بتقبه في راسو، اما اكثر من هكا ما نقدرش نقول. سير عند مايو صاحبه في الزنزانه هو يجاوبك. الغد ليه كان بورك كيف العاده كيسيق وينظف، وتما قاص طل منين طاح خرج منه الدم. فاش سول الحارس عليه قال له هذوك غير نفايات طبيه كي والو. هنا بورك ما تاقش فيه. موراها مشى لعند مايو اللي كان خدام في الصيدليه ديال الحبس وسولوا على صاحبه في الزنزانه يالفين شكون قتلو. هو قال له انا ما عارف والو. تما بورك شنق عليه. مايو قال له راه لا قلت لك شي حاجه غادي يقتلوني. وهنا سمعوا صوت الرقيب جاي. بورك قال له مازال مسالينا غادي نرجع لك من بعد. وموراها مشى. بشي طريقه ذاك النهار بورك دبر على تليفون وهضر مع اماندا. هو قال لها شنو ما كان كيوقع هنا، انا متاكد الحراس عندهم يد فيه، وصاحبي يالفين عارف شنو كاين ولكن خايف يهضر، وطلب منها تعطيه الملفات ديال الضحايا. هي قالت له مازال ما قدرنا نوصلوا ليهم حيت مازالين كاينين في الحبس عندك. مور هاد الشيء كنشوفوا هوكي جر واحد الصندوق ديال الحوايج. الحارس شك فيه ووقفوا يفتشوا. هنا بورك خرج من تحت هذاك الصندوق فاش كان الحارس كيهضر مع هوكي، وتما دخل المكتب اللي فيه الملفات ديال الضحايا. فلقى كاع الملفات ديالهم كلهم تحاليل ديال الدم وداك الشيء طبي ما فهم فيه والو. منين جاي يسد المجر دار الصوت، وهنا الحارس سمعه ودخل هو وهوكي كيقلبوا ولكن ما لقاو حد. بورك داك الساعه كان لاصق في السقف وحيد جرح في يدو سال منه الدم، فجات نقطه ديال الدم فوق الطابله ولكن من الزهر شافها هوكي فاخذها كاس وحطو فوقها. موراها جا وقت الزياره عاود وجات عنده اماندا. هو قال لهم داكشي اللي قريت في الملفات، كاع الضحايا كانوا في صحه مزيانه وما كانوش داخلين في العصابات اللي هنا في الحبس، زائد ما كانوش كيتعاطاو المخدرات والاعمار ديالهم مختلفه. هي قالت له من هادشي اللي عطيتيني خاصني نزيد نقلب في البيسي الرئيسي ديال الحبس، وهذاك الرمز اللي لقيتي في الملفات ممكن يكون اختصار لشي حاجه مهمه. بورك قال لها انا غادي نصيفطك عند واحد الهاكر كنعرفه غادي يعاونك تهاكي البيسي ديال الحبس، ولكن بشرط واحد. هادشي كله اللي وصلنا له ما بغيتش المحقق كيما يعرفوا. موراها مشات اماندا تلاقات بالهاكر، هي بقات معاه حتى قدر يخترق الشبكه ديال المعلومات ديال الحبس، ولكن لقى واحد الكلمه ديال السر باش يدخل الملفات. هو قال لها عطيني يومين وغادي نفتحو. من بعد اماندا مشات عند المدعي العام عاودت له كل شيء وقالت له راه بورك وصاني ما نقول والو لكيم حيت شاك فيه عنده يد في هذا الشيء. نرجعوا دابا عند بورك. هو مشى عاود تلاقى بمايو وبقى كيسولو. هو قال له انا كنخدم مع عصابه ديال تهريب المخدرات وشفت بزاف ديال الحوايج هنا في الحبس وقعوا، ولكن ما غاديش نهضر حتى تضمن لي الحمايه ولا حتى انا غادي نرجع مقتول هنا. وقال له نزيدك غير البارح تقتل محبسي اخر. نمشيو عند اماندا. الهاكر عرف ان الحبس متعاقدين مع شي سبيطار باش يعطيوهم انسجه واعضاء من الجسم بفصائل محده وكيجيبوهم من المحبسيه حيت كيقتلوهم على هذا الغرض. اماندا قالت له طبع هذا الشيء، ولكن منين جاي طبع تمنع من جهه الحبس. واخا هكاك هذا الهاكر كان محترف عليهم دغيا قدر يرجع للملفات وطبعهم. وهنا اماندا خداتهم وهي فرحانه. هذيك الساعه عيطات لبورك وقالت له راه كيقتلوا المحبسيه باش ياخذوا الاعضاء ديالهم ويتاجروا فيهم. وزادت قالت له حضي راسك راه النوبه فيك انت دابا حيت الفصيله ديال دمك نادره. المعلومات اللي وصلت ليهم جاو في الوقت ديالهم حيت في هذه الليله مور ما نعس كل شيء الحراس دخلوا للزنزانه على بورك، شدوا صاحبه جون قتلوه. وفاش
وفاش بغاو يشدوه لقاوه مخبع تحت الناموسيه ودغيا ضربهم. هنا هما فاش عرفوا غادي ينوض الصداع هربوا من تما. هو شد في صاحبو جون وبقى كيغوت باش يجيو يعتقوه، ولكن جون مسكين مات له في يدو. تما جاو الحراس شدوه باش يلصقوا له التهمه باللي هو اللي قتل جون. جا عنده الراقب قال له جيتي للحلبه ديالي وبغيتي تلعب، وشدوه رماه في الحبس الانفرادي. هنا المجرمين مشاو عند بروس قتلوه حيت عاون بورك في شي حوايج. وفي نفس هاد الليله مشاو حتى عند مايور ماو عليه ليسونس وشعلوا فيه العافيه حيت حتى هو عاون بورك. الغد ليه هوكي واللي معاه فاش عرفوا ان واحد منهم مات بتقبه في راسو ما بغاوش يسكتوا وقرروا يتعاونوا اكثر مع بورك باش يعرفوا شنو كاين. وفعلا فكروا في خطه ومشاو داروا تفرقيعه صغيره باش يلاهيو بها الحراس والمساجن. هذيك الساعه بورك وهوكي قدروا يدخلوا للغرفه ديال العمليات، فلقاو الثلاجه مسدوده. بورك فتحها وهنا تصدموا فاش لقاو اكياس عامرين بالاعضاء البشريه بحال القلب والكبده وداك الشيء الاخر. في النهار الثاني المحابسيه كلهم كانوا كيتسناو في محابسي جديد داخل اليوم، وكان شي واحد مهم والصدمه ان هاد المحابسي طلع هو سان المجرم اللي كان بورك قتلو في لوس انجلوس حيت قتل له صاحبه. هو ما فهمش كيفاش حتى بقى عايش من مور هذاك القرطاس كامل اللي ضربوه به، ولكن ما كاين اللي يجاوبه. بورك دابا في مشكله كبيره حيت سان وعصابته شدوه هربطوه وعذبوه. سان قال له واش عارف شنو غادي يوقع لك فاش المحابسيه يعرفوك باللي راه انت ضابط؟ المجرمين اللي هنا الا عرفوك حتى حد فيهم ما غادي يرحمك. موراها رجع بورك لبلاصتو. جا عنده هوكي وقال له كذبتي عليا وقلتي لي الفن صاحبك وصدقتي انت في التالي ضابط. بورك قال له شنو الفرق؟ انا هنا باش نعتقكم من هاد الشيء. هوكي ما جاوبوش خلاه ومشى. في هاد الوقت اماندا عرفت الحقيقه ديال المحقق كيم، فمشات كتجري عند المدعي العام للمكتب ديالو. هي قالت له الشك ديال بورك طلع في محله حيت كيم صدق داخل في العصابه اللي كتتاجر في الاعضاء ديال المحابسيه. وهنا عيطات من تليفون المكتب بالهاكر باش يزيد يعطيها المعلومات اللي وصل ليهم، ولكن صدمها منين قال لها النمره ديال التليفون الثاني اللي كتواصل مع العصابه هي ديال المدعي العام. هي ما لحقاتش تفهم. تما جا المدعي العام وقطع ليها الخط ديال التليفون. اماندا مازال مصدومه وسولاتو واش حتى انت معاهم؟ لا هادشي خاص مرتك هي اللي نتعرفوا. ولكن المدعي العام جبد عليها فردي وما خلاهاش تخرج. هو قال لها هادشي كله بدا بسبب مرتي اللي كانت مريضه وكان خاصها تزرع الكبده، ولكن ما لقيتش متبرع والقائمه ديال الانتظار كانت طويله بزاف. تما تلاقيت بالدكتور ديال الحبس اللي قال لي بلي عنده الكبده اللي بغيت، وفي الاول والاخير غادي ناخذه غير من مجرم ما كيسوى والو وخاصو يموت. ولكن مور هادشي القضيه كبرات مني وشفنا باللي في هادشي الفلوس صحيحه، فبدينا كنقتلو ونبيعو في الاعضاء ديال المحابسيه. مرتو هيلين كانت مور الباب وسمعت كل شيء. فاش فتحات ودخلات اماندا استغلت الفرصه وهربات. في نفس هذا الوقت جا واحد ضابط عند بورك مور الباب ديال الزنزانه باش يضحك عليه، ولكن بورك كان مركب الضو في الحديد. الضابط غير حط عليه يدو ضربو الضو طاح سخفان. هنا بورك خدا منه السوارت وخرج وفتح كاع البيبان على المحابسيه. وحدين من عصابات سان جاو تبعوه بغاو يقتلوه، وتما شدوه في البيرو وبداو كيضربوه وحتى كانوا غادي يتيريو فيه. ولكن جا هوكي وصحابو عتقوا الموقف. هكا ناض ليهم بورك ضربهم وهرب مع هوكي وبور، ولكن تيراو فيهم وجات القرطاسه في هوكي. هو دابا ما غاديش يقدر يكمل معاهم فقال لهم غير خليوني وسيروا نتوما. هنا جا الهوكي الراقب وكان غادي يكمل عليه بقرطاسه اخرى، ولكن جا بورو تيرا في الراقب وقال الهوكي عارف عليا نقدر نمشي ونخليك. فهاد اللحظه صان وصل على بورك وقال له وقف ولا غادي نرجع نقتل هوكي. تما رجع له باش يتقاتلوا. صان كان غدار ومعكس، حتى بورك في واحد الاله كانت غادي تقطعه ولكن قدر يفلت منها. في نفس هذا الوقت اماندا وصلت للحبس مع البوليس، اما بورك وصان كانوا مازالين مضاربين. في التالي بورك قدر يرمي صان في العافيه وقال على الله تكون متي هاد المره. هكا بورك واماندا قدروا يحلوا اللغز ديال هاد الحبس، وداك الساعه اللي تشد واللي مات وتاكدوا ان حتى حد من هذيك العصابه ما يقدر يادي شي محابسي اخر. وبورك كمل المهمه ديالو وخرج من الحبس سالم. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تتفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.